المنتخب الجزائري يخرج من دور الثمانية أمام منتخب نيجيريا في مباراة لم يتوفق فيها المدرب المنتخب الجزائري في قراءة خصمه بشكل جيد. المنتخب النيجيري قوي هجوميا ضعيف دفاعيا، اختار انه يرجع لمناطق دفاعية ويلعب على الارتداد امام منتخب نيجيريا يمتلك السرعة والقوة، عكس المنتخب الجزائري واحد زي عمور لا يمتلك سوى السرعة، ما عرف يكسب كورة مع مدافعين المنتخب النيجيري. نص الملعب غياب واحد زي بن ناصر تأثر فيه الجزائر بشكل كبير جدا، والمدرب ضحى بنص الملعب لما نزل بلاعبين فقط في نص الملعب يواجهوا ثلاثة من المنتخب النيجيري اللي هم انديدي وإيوبي ولوكمان أمامهم، فالنص الملعب كان دائما مايل لناحية المنتخب النيجيري. مدرب المنتخب الجزائري ركز بأنه يخرج واحد من زي لوكمان من المباراة وعرف يسوي عليه كماشة، لكن الناحية اليمنى كانت شوارع بالنسبة للمنتخب النيجيري، كان بيلعب عليها بشكل جيد. آية نوري ما كان جيد في هذه المباراة، كان بيعطل اللعب كثير، وكان دائما حله الأول في اللعب كان فردي وقليل فيه الجماعية. الربط كان غائب في نص ملعب المنتخب الجزائري، حتى محرز في أحيان كان بيحاول ينزل ويساند في أداء نص الملعب، لكن المنتخب النيجيري كان متملك الملعب بشكل جيد جدا. اليوم أيا يكن المستوى اليوم، لكن الحكم ما كان بمستوى المباراة أبدا. بلنتي في أول دقائق المباراة كان ممكن يقلب موازين المباراة كلها، بلنتي واضح، اليد خارجة من الجسم، مع ذلك ما احتسبها، واستفزاز اللاعبين الجزائريين بكروت صفراء على كل شيء كان فارق جدا في مجريات المباراة. حط اللاعبين الجزائر دائما تحت ضغط، ولاعبين المنتخب النيجيري مرتاحين دائما وحاسين انه الحكم في صفهم، هذا اثر على المباراه بشكل كبير. المنتخب النيجيري كان جيد فعلا، لكن الحكم كان له تاثير واضح على المباراه، خاصه باستفزاز اللاعب الجزائري واخراجه من اجواء المباراه. في النهاية تأهل المنتخب النيجيري مواجهة المنتخب المغربي. هارد لك المنتخب الجزائري في هذه المباراة وهذه البطولة اللي ما توفق انه يوصل فيها لبعيد. كان ممكن اذا تصرف المدرب بشكل افضل ولعب على قوته. وشفنا المنتخب التونسي اول ما هاجم المنتخب النيجيري سجل هدف واثنين، كان ممكن يسجل ثلاثة. كان المفروض شيء زي هذا يكون شايفه مدرب المنتخب الجزائري اللي ايضا كان متأثر بانه لعب اكسترا تايم في المباراة الماضية، فلياقيا الفريق ايضا تأثر. عوامل كثيرة كانت سبب لخروج المنتخب الجزائري، لكن المنتخب الجزائري يملك مواهب عالية جدا وعندها الكثير ممكن تعطي المستقبل الكرة الجزائرية. والمدرب أيضا مدرب يملك سي في ما توفق اليوم، لكن أتمنى أنه يستمر مع المنتخب الجزائري، وأكيد مع المستقبل راح يحقق إنجازات تليق بالجزائر والمنتخب الجزائري. هارد لك المنتخب الجزائري، وإن شاء الله مدرب المنتخب المغربي يدرس المنتخب النيجيري بشكل جيد ويعرف يتعامل معهم بالمباراة الجاية. نقطة في آخر السطر، المنتخب النيجيري قوي هجوميا ضعيف دفاعيا، لازم تلعب على الشيء هذا بشكل جيد.